ازيكم يا فواحين. العطر ده من العطور اللي انقطعت او بقى صعب الحصول عليها في الفترة الحالية. العطر ده هو 1 مليون لاكي. ده من العطور الجميلة واللطيفة اللي انا برشحها للشباب وللرجال الراغبين في الظهور بالمظهر الشاب والحيوي والمنطلق. لو هتتكلم مثلا عن الخط الخاص ب 1 مليون، فانا حابب الفت انتباهك ان الخط ده فيه كمية تنوع رهيب. يعني 1 مليون الاي دي تي يختلف عن العود الذهبي، يختلف عن البارفام، يختلف عن اصدار لاكي. ممكن تحس ان هم شبه بعض في حاجات معينه، لكن كل دول مختلفين عن الاي دي تي. بالنسبه بقى ل 1 مليون لاكي، لو انت رايح الجامعه، لو انت رايح الشغل وشغال في مكتب و حابب ان انت ريحتك تبقى لطيفه، لو انت خارج في ديت، لو انت هتخرج مع اصدقائك بالليل، لو هتتمشى في الشتاء، هتتمشى في الخريف، فانا رشح لك 1 مليون لاكي. الاحساس الشاب ده عطر فعلا معمول للشخص المحظوظ. ليه للشخص المحظوظ؟ لان هو ريحته جميله، ريحته لطيفه. هو بيبدا في البدايه معاك بيدي ريحه البرقوق، او ريحه بمعنى اصح انا بشوف ان هي تميل لانها تبقى فاكهيه، وكمان معاه احساس حامضي، تحس كده باحساس حمضيات واحساس فواكه. والفواكه هنا تحسها بتميل شويه ناحيه ريحه البرقوق نوعا ما، انما يعني انا مش هقدر اقول لك ان هو برقوق صريح او برقوق صرف، لان ريحه البرقوق مش ريحه قويه قوي للدرجه يعني. ومعاهم نوتة كده او ريحه كده ممكن تحس انها فريش، منعشه، هوائيه ولطيفه وجميله. بعد كده هتبدا تشم احساس انا شخصيا بشوفه بيميل لكونه سبايسي نوعا ما. بحس بالاحساس السبايسي ده بعد ما بشم ريحه البرقوق والكلام ده كله، ولكن هو بيبقى احساس سبايسي بيميل اكتر لوجود الجانب الحلو، ومعاه فانيلا نوعا ما، بس الفانيلا خفيفه قوي، في ناس شموها وناس ما شموهاش، بس انا بحس ان هو في ريحه حلوه كده سويت جميله، ممكن تبقى من بعيد قوي على ريحه فانيلا. وبعد كده بشم بقى في ريحه عنبر. انت بتاخد عنبر، ريحه عنبر حلو، ومعاه الباتشولي، وبحس فيه بلمسه ماسكي كده، لمسه نظيفه. انا ماليش دعوه بالمكونات المكتوبه على المواقع، انا بقول لك اللي انا بشمه واللي انت هتحسه. انت بتحس انك وقعت في طبق من فواكه اللي غرقانه في العسل والسيرب والمكسرات. بتبقى ريحتك جميله جدا. بالنسبه للاداء، اداؤه كويس، هيستمر معاك تقريبا حوالي 10 ساعات ل 12 ساعه كثبات. بالنسبه بقى للفوحان، فانا شخصيا مع اكتر من تجربه بقول لك ان هو هيبقى بيفوح معاك في المدى، يعني مدى ذراع كده حواليك. مع الحركه والمجهود الريحه بتبان. بيستمر في فوحان اول تقريبا ساعه لساعتين، ولكن مش الفوحان القوي المهول، لانه عطر لطيف كده ومعمول يعني الاجواء اللطيفه للراجل المحظوظ. لو انت ما قدرتش تلاقيه، فانا ارشح لك كولون ليه او بديل ليه او محاكاه ليه، وهو لاكي مان من دار منى الياسمين. العطر بيجي بشكل لطيف جدا، الاتومايزر بيرش بشكل قوي جدا. لو عايز تشتريه تقدر تلاقي لينك الشراء في التعليقات. لو بنتكلم عن التطابق، الاثنين قريبين جدا من بعض. بالنسبه للاداء الخاص بلاكي مان من منى الياسمين، بيقعد اكتر من الاوريجينال. الفوحان بيبقى اكتر من الاوريجينال، بيبقى فوحان واضح وملحوظ. واتسالت قبل كده اكتر من مره بخصوص البرفيوم اللي انا رشه. انا بشكركم طبعا لمشاهده الفيديو ده، وقولوا لي ايه العطور اللي انتوا جربتوها، وايه العطور اللي عايزيني اتكلم عنها. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديوهات.